حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ناطع. مع أجواء المونديال والحماس ما زلنا مستمرين بتجهيز الوصفات اللذيذة عشان ناكلها احنا وأحبابنا واحنا نتابع فريقنا المفضل. وصفتي لليوم هي وصفة بيتزا الفلافل. حبيت أدخل وصفة إيطالية شهيرة مع مكون عربي شهير وهو الفلافل، خصوصاً أن الحين الفلافل وصل للعالم كله وصاروا بعد الغرب يحبون الفلافل أكثر منا إحنا، فحبيت أن أسوي وصفة مميزة. يلا تعالوا ونستعرض المقادير. بالبداية حق عجينة البيتزا، العجينة جداً سهلة، وأحب أقول لكم إن ما فيها لويا وتخمر لا، بسرعة راح تسوونها. نحتاج 2.5 كوب من الطحين الأبيض، 2 ملعقتين كبار من زيت الزيتون، نصف ملعقة من السكر، 1.5 ملعقة من الخميرة، ملعقة كبيرة ونص من الخميرة، ورشة ملح، 1.25 كوب ماي دافي. طبعا حق التوبينجز اللي راح نحطه على البيتزا، عندنا طبعا صوص البيتزا، عندنا فلافل مستوية وخالصة، بطاط مكعبات مطبوخ مقلى وخالص، وبعدها عندنا أكيد جبنة الموتزاريلا. آخر شيء بعد ما نطلعها من الفرن راح نحط عليها صوص طحينة، وراح نحط شرايح طماط ورمان ومخلل وبقدونس ودبس الرمان. وحق صوص الطحينة عندنا 1 كوب من الروب اللي هو الزبادي، 2 ملعقتين كبار من الطحينة، وهم 1/4 ملعقة من الملح، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، و1/4 كوب من الماء. يلا تعالوا نسوي العجين. أول خطوة إن إحنا راح نحط في وعاء الماء الدافي هذا الشكل، وراح ننزل عليه الخميرة، 1.5 ملعقة كبيرة من الخميرة ونص ملعقة سكر، وراح نخلطهم لين تذوب الخميرة وتتفاعل مع السكر. بعدها هني عندي بالعجانة راح أحط الطحين، عندنا 2.5 كوب من الطحين، نحط 2 ملعقتين كبار من زيت الزيتون. زيت الزيتون في العجينة هذه أفضل من الزيت العادي لأنه راح يعطيها طراوة أكثر. وبعدها عندنا رشة الملح عشان نوازن طعم العجين وما يكون طعمها ماسخ. الحين في هذا الوقت خلاص شوفوا هني طلع لنا فقاعات في الخميرة، يعني معناتها تفاعلت، وراح نصبها داخل العجانة. بعد ما حطينا كل المكونات زيادة على المكونات راح نحط بس 1/4 كوب ماي دافي فقط، ونعجن العجينة ونشوفها نراقبها لين تطلع معنا عجينة متماسكة. طبعا من المعلومات اللي حبيت أقولها لكم عن الخميرة، في وايد ناس تستخدم الخميرة وتكون افسدت. الخميرة إذا انحطت بمكان حار أو دافي ترى بسرعة هي تعتبر كائن حي، فبسرعة تفسد. فلما تيجون تحطونها في مخبوزاتكم تشوفونها ما انتفشت معاكم أو ما تخمرت بالشكل الصحيح. ليش؟ لأنها تكون خلاص الخميرة مو نشطة. فدائما نحرص إن احنا إذا شرينا الخميرة نحطها بالفريزر، أو في ناس تحطها بالثلاجة، المهم إنه بمكان ظروفها تكون باردة بحيث إن تضمنون إن إذا استخدمتوها بالمعجنات تكون خميرة نشطة ما يعني راح مفعولها. الحين نستمر بالعجين. شوفوا العجينة، هذا شكل العجينة بعد ما اجهزت وصارت كتلة متماسكة. الحين ما راح أقول لكم غطوها وخلوها ترتاح ساعة ساعتين، لا، 5 دقائق بالضبط تغطونها، تخلونها ترتاح 5 دقائق. وبعد مرور ال5 دقائق تجيبون صينية فرن البيتزا، تحطون فيها شوية زيت زيتون وتفردون البيتزا بهذا الشكل. الحين راح نبدي نشكل ونحط مكونات البيتزا. بالبداية أول شيء طبعا صوص البيتزا. الحين راح نحط الجبنة طبعا هذا الشكل. حق المكون الأساسي اللي هو الفلافل، راح نقطع الفلافل ونحطه على البيتزا. طبعا أنا هني مستخدمة الفلافل الجاهزة. الحين صار كل شيء سهل ومتوفر في الجمعيات، نقدر نبدع بالمطبخ وايد. والله أسوي العجين أنا ترى الفرن عندي شغال، فلازم يكون الفرن حار، يعني لا يكون الفرن طافي أو توكم شغلينه وتدخلون البيتزا.
ما راح تطلع معاكم بيرفكت ونافشة، لا، لازم يكون الفرن مسبق الفتح وحار على حرارة 200 ومن فوق وتحت. الحين بهذا الشكل وزعنا الفلافل، باقي عندنا مكعبات البطاط وراح ندخلها الفرن. الحين راح ندخلها الفرن مثل ما قلت لكم، راح تاخذ لها تقريبا 20 دقيقة، ويعني أقل أو زيادة على حسب نوع فرنكم، يعني فرن الكهرباء عن فرن الحطب عن فرن الغاز يختلف. فأنا فرني كهرباء راح تاخذ 20 دقيقة ل 25 دقيقة وتكون جاهزة. بعد ما تستوي نشوفكم نسوي صوص الطحينة اللي راح نحطه آخر شيء على البيتزا. راح نحط هني علبة زبادي، يعني مقدار كوب واحد من الروب الزبادي، ملعقتين كبار من الطحينة، احنا الطحينة بالكويت نسميها الهردة، لها ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وعندنا راح نحط رشة ملح، وعندنا ربع كوب من الماء البارد، لازم ماء بارد عشان قوام الطحينة يكون معنا مضبوط. وراح نخلط كل المقادير. البيتزا مستعدين تشوفونها؟ خيال، النتيجة عجيبة، ريحة ولا غلطة، أمانة. ايش رايكم فيها؟ الحين اللي راح نسوي، ايش راح نسوي؟ راح نوزع الطماط، يعني فلافل لازم طماط. بعد الطماط عندي أنا هني مخلل مطحون ناعم عشان يصير ألذ بوقت الأكل، تحسون كذي شيء كذي لاذع يطلع لكم مع كل لقمة. راح نسوي الطحينة بهذا الشكل، راح نوزعها، نسوي خطوط بدبس الرمان. بعدها راح نوزع رمان، وبعدها راح نحط بقدونس فريش مفروم ناعم كذي. هذا لكم المفضل انتم وحبايبكم، استكانة شاي، وعليكم بألف عافية. نطلع فاصل وبعدها نشوف البيتزا بطبق التقديم والشكل النهائي. من بعد الفاصل مشاهدينا، وبيتزا الفلافل صارت جاهزة. طبخوها جدا سهلة، الطعم مميز وجدا لذيذ، مزيج ما بين الإيطالي والعربي، وايد حلوة. جهزوا لكم استكانة شاي وعزموا حبايبكم عندكم بالبيت على هالبيتزا اللذيذة، واستمتعوا وانتم تتابعون المونديال. أتمنى حلقة اليوم ووصفتنا اليوم عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية.